إنه من يومين طلع شاب عراقي يحمل الجنسية السويدية، قام بالحصول على رخصة يحرق المصحف الشريف أمام الجامع الكبير في ستوكهولم في السويد. السؤال هو إنه شو فائدة هذا العمل؟ يعني أنت شو استفدت من هذا العمل؟ أنت عم تحرق ورق وكلام. الفترة اللي بده يحترق فيها المصحف المطابع راح تطبع 50,000 نسخة يعني. فشو فايدة الكلام؟ شو فايدة الفعل؟ هذا الفعل مرفوض 100%. مثل اللي بيحرق صليب في كنيسة، أو بيحرق أيقونة، أو بيكسر كنيسة، أو بيكسر صليب من على كنيسة، أو تمثال لبوذا حتى. هذا الفعل فعل همجي ما بيخدم غير جهة واحدة. هذا الفعل شو بيعمل؟ بيعمل رد فعل. رد الفعل هذا اللي عم ينتظروه الجهة اللي هي عم تخطط لا تشحن هي المواقف بأوروبا أو بالدول العربية. قطع رأس على سبيل المثال، لما شفنا جماعات تكفيرية بروحوا بيقطعوا رؤوس الناس، شو بفيد؟ هن عم يبحثوا عن رد الفعل، والجهة معروفة. يعني الجهة اللي عم توقف ورا كل هالحركات هي، يعني الشخص اللي عطى الترخيص لهذا الرجل انه هو يطلع يحرق المصحف الشريف هو بيمثل هاي الجهة اللي هي ببالي بالكم، يعني معروفة مين. فأنت شو استفدت؟ شو استفدت؟ استفدت انه انت هذا المجتمع اللي هو متجانس عرقيا وطائفيا ودينيا انت عم تخرقه، انت عم تبث العداوة ما بين طرف باتجاه آخر. انت عم تحدث بلل في ضمن الدولة وعدة دول أخرى، بسبب فيما بعد رد الفعل رح يكون حرق الممتلكات العامة، حرق حرق الأسس الوطنية اللي مبنية عليها هي المجتمعات. إذن نحن لازم نكون كتير حريصين على ردود الأفعال. العمل مستهجن جدا وبشع جدا وقذر جدا، لكن على الشعوب أن تكون على مساحة من الوعي لتعرف أن هناك خيوط يلعب بها كالدمى، سواء كانت في المجتمعات الغربية أو في المجتمعات العربية.